بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم ميني بيتزا بالخضار. بقالنا كتير ما كلناهاش، فقلت النهارده ابقى ايه، اصحى الصبح كده اعمل شويه. معايا هنا المكونات: نص كيلو من الدقيق، معايا مج صغير زيت، معايا رشة ملح ونص معلقة بيكنج باودر ومعلقتين كبار سكر. وهنا مدوبة خميرة اللي هي الجافة، مش فورية، اقصد اللي هي الخميرة البيرة. لو انت عندك خميرة فورية حطيها عادي يعني، بس المتوفرة عندي. تمام. ومعايا مية سخنة دافية يعني عشان العجن. هحط بقى كل المكونات ديت اللي هي الملح والبيكنج باودر والسكر، وعليهم فنجان صغير كده من الزيت. حابة تحطي لبن، حابة تحطي زبادي، براحتك يعني اللي متوفر عندك. تمام. هحط برضو معاها هنا الخميرة، انا مدوباها من قبلها يعني. تمام. وهبتدي بقى ايه، ان انا اعجنها كويس. هضيف لها الميه بالتدريج، مش كل مره واحده، عشان ايه ما تسيش. لو هتضعفي الكميه مثلا تعملي كيلو، هتزودي كل المقادير اللي انا ايه حطيتها. هتزودي في البيكنج باودر، هتزودي في الملح، في السكر، في الدقيق، في الميه. بس انا يعني ايه بحب اعمل طازه بطازه كده، عشان ما يقعدش كتير يعني. توماس بيصبح عليكم طبعا، صحي بدري معايا، مش عارفه ايه صحي بس هو صاحي. بصوا كده بنات، العجينه لمت كويس معايا زي ما انتم شايفين كده. بتعجني فيها مش اقل من 5 دقايق، عشان ايه تخمر كويس. تمام. هحطها بقى في بوله زي كده، وهدهن وشها بس زيت، مسحه بس من الزيت. تمام. بصوا ما خدتش معايا كوبايه الميه، يعني كوبايه شويه صغيرين. دلوقتي بقى هغطيها بالاسترتش. تمام. عشان ايه تخمر كويس. هسيبها تستريح مش اقل من ساعه. وهرجع لكم تاني اوريكم بقى ايه هنعمل فيه ايه. بصوا كده يا بنات، العجينه كده خلاص خمرت. سبتها حوالي ساعه في مكان دافي يعني. هسيبها بقى ايه، واقول لكم الخلطه اللي انا هشتغل بيها. زي ما بقول لكم انا هعملها خضار، اللي حابه تحط معاها لحمه مفرومه بس متعصجه، فراخ، شاورما، حاجات زي كده، تونه، اي حاجه يعني حابه تحطيها براحتك، بس انا عايزه اعملها خضار. تمام. هحط بقى ايه معايا هنا ايه، طماطم، شايله القلب بتاعها، مقطعه حتت صغيره زي ما انتم شايفين كده. فلفل اخضر، فلفل احمر، بصلايه صغيره متوسطه يعني. وده زيتون كنت مخللاه وبرده قطعته مكعبات صغيره. اي خلطه انت عايزه تحطيها عليها بقى. تمام كده. نخلط كله مع بعض يعني عشان ايه ما تتعبنيش. تمام كده. هسيبها بقى على جنب كده. الصلصه بقى بتاعت البيتزا عباره عن ايه؟ دي صلصه الطماطم اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده. لو مش شفتوها هوريها لكم، احطها لكم في صندوق الوصف. البهارات اللي هحطها عليها بقى: كمون، معلقه صغيره من الثوم، كزبره وملح، ومعلقه كبيره زعتر. احط بقى كل البهارات دي كده. دي الاساسيات بتاعت ايه
الصلصه بتاعت البيتزا، واحط معاها معلقتين كبار زيت. تمام، هقلبها بقى كويس مع بعض. بالشكل ده. تمام. هبتدي بقى ايه، اولا انا هنا حاطه الصاج دهنيه زيت يعني. هبتدي بقى اللي انا افرد في العجينه. هرش بس الكاونتر هنا ايه شويه من الدقيق كده، وهاخد نص العجينه. وهبتدي بقى ايه افردها، بس ايه مش هخليها رقيقه قوي يعني. طبعا هتفرد معاكي بسهوله لان انا سايباها تختمر، قعدت لها حوالي ساعه. بس على نفسي بس كده. ويعني ايه عقبال ما لسه برضه هتختمر تاني، عقبال ما ايه اكون قطعت بقيه الكميه كلها وهشغل عليها مره واحده، فبرضه ايه تختمر اكتر معايا. بصوا بقى السمك بتاعها يعني ايه، لو زي ما شايفين كده، ولا رقيقه قوي ولا ايه تخينه قوي يعني. تمام. باي كوبايه عندك بقى، يعني دي مثلا كانت كوبايه عندي الايد بتاعتها اتكسرت فما عدتش بستخدمها، فبقطع بيها الايه المعجنات. يعني بصوا الاحجام دي كويسه انا بالنسبه لي يعني. اي حجم بقى ايه انت عايزه تقطعيه. يعني بصوا الحجم بتاعها حلو. احط هنا في الصينيه بقى. تمام كده. هشيل بقى ايه العجين دوت، وهرجع اعجنه تاني واسيبه يخمر شويه، عقبال ما ايه ما اقطع نص العجينه اللي هو اللي بقي. مفيش حاجه طبعا بتترمي، بتسيبيها بس تستريح شويه عشان ايه تقدري تفرديها تاني يعني. احط بقى في الصينيه. واعجن اللي بقي.
وارجع اعجن ايه بقيه العجين. يعني هي ممكن الحكايه تاخد معايا صاجين. هسيب اللي هتستريح بقى دوت ايه احطه في الصاج التاني. بصي العجينه ولا تبقى تخينه ولا تبقى رفيعه، تكون ماسكه نفسها بالشكل ده كده. وكده الصاج ده كده كفايه عليه. احط هنا في الصينيه قبل ما ايه ادهن الصاج التاني. بصوا زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى ان انا ايه ادهن وشها صلصه، بس مش حاولي مش تكتري في الصلصه يعني. تمام كده. برضو تسيبي مسافه بين الواحده والتانيه عشان ايه لسه هتخمر تاني، ولسه لما تخش الفرن هتنفش شويه. هقلب بقى كل الخلطه دي مع بعض. زي ما بقول لك حابه تضيفي عليها فراخ سمك اسفه فراخ لحمه سجق متشوح سوسيس، تمام. اي حاجه براحتك عندك، تكون متوفره تونه، بس اهم حاجه تكون كل حاجه مستويه يعني. هبتدي بقى ايه احط بقى ايه الخلطه كلها على ايه على البيتزا. طبعا بتكوني مشغله الفرن من اول ما ابتدي فيها عشان ايه تبقى سخنه معاكي يعني. بالشكل ده كده. هخلص برضو في الصاج التاني قبل ما دي تخمر شويه، وبعد كده هسوي وهوريكم في الاخر شكله عامل ازاي. بصوا كده بنات، انا كده خلصت كل الكميه اهي. عجنتها وحطيت عليها الصلصه والخضار. نص كيلو دقيق عمل لي 30 قطعه من اللي هي الميني البيتزا. لما بتعملي بحاجه معينه يعني بكوبايه معينه بيطلع كله مقاس واحد وبيرمي معاكي كتير، زي ما بتعجني وتحطي يعني في الصينيه. هبتدي بقى اسويهم وهوريكم في الاخر شكل ازاي.
ورجعت لكم تاني يا بنات بعد ما كده خلصت كل كميه الميني بيتزا زي ما انتم شايفين كده اهي. زي ما بقول لكم نص كيلو دقيق عمل لي 30 قطعه. حاجه طبعا موفره خالص وحلوه خالص. ممكن برضو تعمليها للولاد ياخدوها في لانش بوكس المدرسه. على العشاء مثلا حاجه خفيفه كده بسيطه. ممكن برضو تفرحي بيها العيال في الشارع. يعني انا متعوده لما بعمل كميات بجيب مثلا طبق فيل زي كده اللي هي الصغيره دي. بحط كل ولد قطعه او اتنين عيال جيراني يعني. العيال بصراحه بينبسطوا بالحاجات دي قوي يعني. فما فيش حاجه لما تعملي مثلا كميه وتطلعي منها حاجه لولاد جيرانك لجارتك يعني او اقرب حد ليكي. هتفرحي بيها العيال يعني. بتمنى فكره النهارده تكون عجبتكم يا رب وبألف هنا اللي جربها. بتمنى من اللي بيشوفني لأول مرة لو ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس وما تنسونيش في اللايك عشان يوصل الناس اكتر. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.